ازيك يا شباب، عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. معاكم محمد مجدي. النهارده هنتكلم عن النتورك. ليه النتورك بالذات؟ انا حابب قوي ابدا اتكلم عن التك بشكل مبسط جدا، الناس اللي ما تعرفش ما درستش هندسه تفهمه، والناس اللي في هندسه هيلاقوا ان هو كلام سهل. فلو المجال جديد عليك هتبدا ان انت تتعرف عليه اكتر وتفهمه اكتر. تمام. انا حابب ان انا ابدا بالبيزكس عن النتورك. وليه النتورك؟ لان النتورك هي الاساس لاي مجال انت عايز تخش فيه. عايز تخش في الكلاود، عايز تخش في الاستورج، في الفيرتشواليزيشن، في السكيورتي، في النتورك نفسها. فالنتورك بيزكس هي حاجه مهمه جدا علشان خاطر تبدا ان انت تخش المجالات دي وانت عندك ارضيه كويسه. انا كمان اكسبرت سيرتيفايد من هواوي في النتوركينج، وده هيخلينا نتكلم بشكل هو ابسط او بسيط جدا عن النتورك. وفي نفس الوقت كمان قدام شويه انا حابب ان انا ابقى كلاود اركتكت، وحابب ان انا اشارك الاكسبيرينس دي معاكم. طيب يا جماعة، خلينا نبدأ مع بعض أول درس أو أول فكرة في النتوركينج. والسلسلة دي هي هتبقى كام فيديو صغير، هو البري بيزكس اوف نتوركينج. يعني ايه؟ يعني اللي قبل الاساسيات بتاعه النتوركينج. اي كورس نتورك لو انت دخلت تبص عليه هيبدأ يشرح لك الاي بي هو ايه، هيشرح لك يعني ايه 7 لايرز، هيشرح لك التي سي بي اوفر اي بي، هيشرح لك حاجات هي كتير. لو انت مش دارس هندسة او ما عندكش معلومة قبل كده هتحس هو في ايه. تمام. عشان كده انا عايز نبدأ من الرحلة من النتيجة. ايه النتيجة ايه الحاجة اللي احنا عايزينها دلوقتي؟ يعني هم لما عملوا الانترنت كانوا عايزين يعملوا الانترنت ليه؟ عشان ينقلوا داتا. تمام. فهنفترض ان انت بتطلع على صفحة آه، نت، صفحة انترنت. هنفترض ان هي جوجل دلوقتي، عايز تبحث عن حاجة معينة. فايه اللي هيتم علشان خاطر تبدأ ان انت توصل لجوجل؟ تمام. انت بيكون عندك في مودم في البيت اللي هو الجهاز اللي فوق ده، فهو بيقولوا عليه راوتر بس ده مودم. ماشي. وعندنا هنا اللابتوب او الموبايل او الكمبيوتر بيكون واصل بسلك او باي فاي. تمام. ده مش الفرق الجوهري اللي هنتكلم عليه. في كل الأحوال سواء كان واي فاي أو سلك، فهو في عندك هنا كارت صغير اسمه النيك، نتورك انترفيس كارد. النتورك انترفيس كارد ده هو اللي بيساعدك انك تتواصل، يعني ده كارت الشبكة اللي بيخليك تتواصل مع اي جهاز تاني حواليك، ده نتوركينج برضو، او تتواصل مع الانترنت برضو، ده نتوركينج. كويس. طيب بنعمل ايه بقى؟ كارت النيك ده هو بيكون مميز باتنين اي بي. اي بي مميز على مستوى الشبكة اللي انت فيها، وماك ادرس مميز على مستوى العالم كله. كل جهاز في العالم هو له ماك ادرس خاص بيه. كويس. طيب الماك ادرس هو بيكون مكون من 6 خانات. اول 3 على الشمال بيكون له علاقة بالفندور، اللي هو الشخص اللي بينتج الاجهزة دي. هو بيشتريه من تقريبا الايانا او كده، بيشتريه منهم. خلاص انت لو دخلت كده كتبت ماك لوك اب على جوجل هيجيب لك موقع، كتبت اول 6 خانات من الماك ادرس، فهو يقول لك دي الشركه الفلانيه. تمام. بعدين الستة الباقيين، ال3 خانات الباقيين اللي هم 6 كاركتر، بيكون بالهكسا، فهتلاقيهم يا اما ارقام من 0 لحد 9، او A B C D E F. تمام. الجزء التاني ده هو بيكون خاص بالجهاز، فهو كل جهاز له الماك ادرس بتاعه بيتميز بالطريقه دي. الحاجه التانيه هي الاي بي، والاي بي بيتكتب بالصيغه اللي هي كده. هكتبها هناك عند المودم عشان خاطر هشرح عليها بشكل معين. كويس. مثلا دي صيغه اي بي. تمام. الاي بي ده هو الجيت واي اي بي اللي هو المودم اي بي، وده مش هتلاقيه على الشبكه بيتكرر تاني، ولو اتكرر هيبقى فيه كونفليكت، هيبقى فيه مشكله، مش هينفع يشتغل، فلازم يكون مميز. تمام. خلاص احنا دلوقتي خرجنا من النك، احنا دخلنا على فتحنا البراوزر عندنا على الجهاز وكتبنا فيه جوجل، فهو بيخرج عن طريق النك، بيوصل في السلك او في الواي فاي للجيت واي اللي هي المودم بتاعنا. بيبدأ المودم ان هو بيفرق بين حاجتين. المودم هو عامل زي البوابة ما بين اللان اللي هي الجزء اللي تحت ده اللي هو البيت بتاع حضرتك، وعندنا الوان.
اللي هو جزء الانترنت. تمام. في اللان هنا الجهاز بتاعك هتلاقيه واخد اي بي بنفس الطريقة برضو 192.168.1 دوت. الرقم الأخير ده هيكون مختلف، هنفترض إن هو دلوقتي 100. هل ممكن يبقى رقم تاني؟ عادي يبقى رقم تاني، أهم حاجة ما يكونش نفس رقم الجيت واي، وفي نفس الوقت ما يكونش مكرر على مستوى الشبكة. يعني لو موبايل أخوك جه هنا، فموبايل أخوك في الحالة دي ممكن ياخد اي بي عامل ازاي؟ هياخد اي بي مثلا نفس الحاجة 192.168.1 دوت، هنفترض مثلا 101 103 105، حاجة تانية غير اللي واخده الجيت واي واللي واخده الكمبيوتر بتاعك او واخده اي جهاز تاني. كويس. طيب فهمنا النقطة دي. طيب هنا عايزين نفهم حاجة. عشان خاطر انت دلوقتي جهازك راح بالاي بي بتاعه اللي هو ده، راح سأل الجيت واي دي بعد اذن حضرتك يا فندم انا محتاج اروح للاي بي بتاع جوجل ده. ايه ده؟ هو بيروح للاي بي مش للاسم. الاجهزه بتفهم اي بي، احنا بنفهم اسم والاجهزه بتفهم اي بي. فهو بيعمل تحويل، بيسأل اول حاجه اسمها دي ان اس. تمام. عشان خاطر يحول الاسم ده لاي بي. تمام. هنتعرف عليه قدام شويه. فهنا الدي ان اس هو دومين نيم سيرفر، بيحول الاسم لاي بي عشان الجهاز يفهمه. بعدين هنا الدي ان اس اللي بيكون مسؤول عنه غالبا، يعني في دي ان اس كتيره مشهوره، ولكن هنفترض دلوقتي ان المودم بتاعك هو متخزن عليه دي ان اس خارجي، وهو ادى الاجهزه اللي عندك في البيت نفس الجيت واي ده على انه هو الدي ان اس، عشان هو يروحوا يسالوه هو وبعدين هو يتصرف بقى. تمام. طيب هنفهم الدي ان اس ده اكتر قدام شويه، ولكن خلينا في الفيديو ده نركز على البروسيس نفسها. كويس. فانا دلوقتي عشان اروح لجوجل، انا عرفت الاي بي بتاعه، بعت للجيت واي بتاعتي قلت له بعد اذنك عايز اروح للاي بي ده، فبعد كده هو بيطلع من اللان للوان بعمليه اسمها نات. كويس. النات نتورك ادرس ترانسليتور او ترانسليشن. الترانسليتور عندنا دلوقتي هو بيكون المودم، والترانسليشن هي العمليه نفسها ان هو بيترجم من اللوكال ده للوان. الوان هنا بقى ممكن يكون ايه؟ اي رقم تاني ما بيبدأش بالتلاتة دول. 192.168.x 172.16.x وفي عندنا 10 دوت تقريبا x. تمام. فاحنا عندنا دول كلهم هما حاجة اسمها private، والبرايفت دول هما مش بيخشوا في الانترنت الحقيقي، في التواصل في الانترنت الحقيقي. لو فاكر انا قلت في المنطقة اللي هنا دي ان لازم الجهاز ده يكون واخد اي بي مش متكرر على مستوى الشبكة. ففي الانترنت دي شبكة كبيرة جدا، وان وايد اريا نتورك، ماشي. فهي ما ينفعش ان انا احط فيها رقم يكون موجود في اللوكال. تمام. فعشان كده خصصوا لللوكال شوية ارقام معينة هنتكلم عليها قدام واحنا بنتكلم عن الاي بي، بس كمعلومة عامة عشان نفهم النات. تمام. وهنا مثلا هنفترض ان هو ادالك هنا اي بي تاني مختلف بره بعيد عن البرايفت اي بيز، فبيحصل نات. النات ده هو بيعمل ايه؟ المودم ببساطة بيقول ان انا عندي هنا جهاز، انا خزنت عندي ان في جهاز عايز جوجل، فانا هتصرف ان انا اللي عايز جوجل، وهقول للاي اس بي اللي هو الانترنت سيرفيس بروفايدر بتاعنا اي اس بي ان هو انا يا باشا عايز جوجل. فهو هيروح يعمل بقى عملية الراوتينج بتاعته، ان هو هيخش بقى يدور على السيرفر بتاع جوجل ده فين. تمام. لحد ما يوصل لجوجل سيرفر. تمام. وهيقوم رايح راجع تاني بان هو والله انا لقيت الداتا دي. ثواني هنخلي السهم لحد هنا بس هنفهم ليه دلوقتي. هيرجع تاني للمودم بتاعنا الجيت واي بتاعتنا، ان انا لقيت جوجل هناك اهو الرد بتاعه، بعت له الريكوست بتاعك ان انت عايز الصفحه بتاعته بتاعت الانترنت السيرفيس دي. فاهي
الرد بتاعه اهو. وهيبدأ هنا المودم بتاعنا هيعمل حاجة اسمها ريفرس نات، ان هو هيجيب من الاي بي الخارجي ده يرجع يحوله تاني لاي بي داخلي. وعشان كده لو انا مثلا طلبت من تليفوني جوجل، فجوجل هيجي على تليفوني انا، مش هيجي على تليفون اخويا. مظبوط كده. وده لان المودم بتاعنا هو مخزن مين اللي طلب الحاجة دي. طيب عشان نلخص، لو عملنا ملخص سريع كده، تعالوا نلخص. انا دلوقتي من هنا ده الجهاز، طلب جوجل، تمام. جوجل هنا راح عمل الاول طلب سيرفيس اسمها دي ان اس عشان يتحول لاي بي، لان الاجهزه بتفهم بالاي بي، تمام. بعدين الاي بي ده راح للجيت واي بتاعتنا، او الريكوست اللي عايز الاي بي ده. يعني الجهاز ده طلب ريكوست بالاي بي ده من الجيت واي دي. بعدين الجيت واي دي بتعمل عمليه اسمها نات. النات ده بيخلي الاي اس بي، اللي هو مثلا اي شركة بتدي نت موجودة عندك، تمام، يعمل عملية راوتينج، بيبحث عن الاي بي ده يا ترى هو فين، تمام، وبيروح له لحد ما يوصل ل جوجل سيرفر. تمام. فجوجل سيرفر هنا بيفهم الريكوست اللي مبعوت له، وبيرجع يرد تاني لحد الجيت واي، تمام. بعدين الجيت واي بتعمل الريفرس نات وتوصل الرد للجهاز بتاعك، فتفتح هنا صفحة جوجل. كويس. الرحلة ظريفة وجميلة وممتعة. احنا دلوقتي بس تعرفنا بشكل بسيط عن الفكرة. هنمسك كل جزء من ده نشرحه اكتر في المرات اللي جاية، وهنعرف اصلا هنا ازاي بخلي الاي بي يبقى يونيك، وبعرف ازاي الدي ان اس ده بيشتغل وليه اصلا موجود، وبعرف الجيت واي دي هي ممكن تضيف ايه غير انها بس بتعمل ريكوست وبتعمل نات والحاجات دي. هنتعرف على كل الحاجات دي، وهنعرف النت بالتفصيل، وهنعرف الاي بي والسبنتنج وكل الحاجات دي ان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه. لو في اي اسئله اي كومنت، في انتظاركم، واشوفكم على خير. مع السلامه.